عايز افهم يعني هي مسدسات خرس كل واحد يتضايق من حد يطلع له المسدس ويدخل له 2 3؟ دي لو مسدسات ميه مش هتشتروها بالسهوله دي. هو ايه لما يحصل يا جماعه؟ ايه لما يحصل في الدنيا؟ انا عايز افهم. يعني احنا لسه طالعين وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم من مصيبه التجمع نخش على طول على بلوه مايو. الراجل يا اخويا المهندس رايح يقعد مع اهل طليقته يتصافوا ويصطلحوا، يعني يشربوا لهم شاي على بقين عتاب ونخلص الموضوع والدنيا زي الفل وياخد مرته ويروح. لكن هوب ابي وام قاعدين الخلاف يزيد الصوت يعلى تبدا الشتيمه، يروح المهندس مطلع المسدس من جيبه وضارب نار عشوائي ومطخطخ كل اللي في الصاله. ايه لما يحصل؟ هو ايه اللي حصل لنا اليومين دول؟ طب هو احنا كده من زمان بس النت هو اللي كشفنا؟ ما انا عايزكم تفهمون. يعني هي مصر كانت كده زمان بس اول ما طلع السوشيال ميديا بدانا نعرف الحاجات دي، ولا ده ما كانش اما يحصل بالشكل ده؟ ما انا هتعفرت يا جماعه، ده كل يوم بلوه وكل يوم مصيبه، ده كل يوم واحد اما يطخطخ الناس، واحد اما مش عارف يعمل ايه في عيل، واحد اما يخطف مع ايه لما ده احنا لو عايشين في جهنم، ده انا لو عايش في صدوم وعموره مش هتبقى كده. طلع يا اخويا المسدس واشتغل دعك في الصاله كانه ما يلعب ميدل، كانه ما يلعب جاتا. ايه يا عم ده؟ وهوبا راح موقع اول واحد اخوه اللي طالع على المعاش اخو طليقته، هوبا الناحيه الثانيه راح موقع بنته اللي عندها 22 سنه اللي في خدمه اجتماعيه، هوبا يا بيه راح موقع اخوها الثاني اخو طليقته الثاني. ايه يا عم في ايه يا عم؟ ده انت لو ما تصطاد فراخ مش هتعمل كده. وفي الاخر بقى ختم بجوز بنت خالة طليقته. طب وجوز بنت خالة طليقتك ذنبه ايه؟ ماله ده؟ اهو ده ذنبه الوحيد انه ناسب طليقتك. يا ريته ما ناسبهم ولا دخل العيله دي من الاساس، حياته راحت على الفاضي، ده ملوش دعوه. وطليقته بقى هي وامها عرفوا يهربوا وفلجوا قبل ما يعكشهم. يعني صاحبة المشكلة الحقيقية والأساسية عرفت تفلج وجريت، واللي راح اخواتها الاتنين واللي راح بنتها، وفي الاخر طلعوا يجروا عليه سكان العماره اول ما سمعوا صوت الطلق والتخطيخ، وراحوا نازلين عليه بكرسي خشب وسيطروا عليه لحد ما جت الحكومه شالته من مكانه، والنيابه ادت 4 ايام على ذمه التحقيق. 4 ايام ايه؟ ده الاعدام مش كفايه فيه والله. انا مش عارف ده يموتوه كيف، ده يموتوه اعدام بانهي نوع وبانهي شكل وبانهي لون؟ طب ذنبهم ايه بقى عياله اللي شاف ابوهم اما يموت خلانهم واختهم دول يتعالجوا كيف ويكملوا في الدنيا والحياه كيف؟ ما احنا عايزين نفهم يا جماعه، احنا جربنا نتجنن خلاص، دماغي هتروح مني من كتر اللي بشوف. انا شكلي مش هقدم المحتوى ده تاني، انا تعبت ونفسيتي مش مستحمله. ما بالك بقى بنفسيه بناته، ما بالك بنفسيه بناته اللي شاف ابوهم اما يموت اختهم وخلانه. يا دي المصيبه السوداء، يا دي المصيبه السوداء. شيروا له وابعتوا له، بس والله مهما شيرته ما حدش بيتعظ.